السلام عليكم. كان جون مهندسا ميكانيكيا يعمل في أحد المصانع، وفي يوم من الأيام أنهى عمله وعاد إلى بيته، بدل ملابسه ثم توجه إلى الثلاجة يبحث عن شيء يأكله. وبينما كان يفتش داخلها لفت انتباهه كيس أزرق لم يراه من قبل. جذبه الفضول فأخرج الكيس وفتحه ليتفاجأ بمشهد صادم جعله يصرخ من هول ما رأى ويسارع للاتصال بالشرطة. وهنا تبدأ القصة. عام 1994 في فرنسا، كان جون أو جان يعمل مهندسا في مصنع سيارات. في تلك السنة تزوج من فيرونيك حب حياته، وعاش معا حياة سعيدة طبيعية وأنجب طفلين. تمر السنوات حتى نصل إلى العام 2002، وفي ذلك العام استدعاه مديره وأخبره بقرار نقله إلى فرع الشركة في كوريا الجنوبية، لأن المهندسين هناك كانوا مبتدئين ويحتاجون إلى خبير يقودهم. وافق جون بشرط أن تسافر أسرته معه، فتمت الموافقة وسافر مع زوجته وطفليه إلى كوريا، حيث واصل عمله بنجاح. ظل يعمل هناك حتى العام 2006، وخلال تلك الفترة كان يستغل كل إجازة يحصل عليها ليعود مع أسرته إلى فرنسا. وفي إحدى الإجازات وبعد يومين من وصوله إلى بلده، تلقى اتصالا من مديره في كوريا يطلب منه العودة فورا بسبب عطل خطير في إحدى الماكينات. اضطر جون إلى العودة وحده على أن يصلح العطل ثم يعود لاستكمال إجازته مع أسرته في فرنسا. سافر جون وأمضى يوما كاملا في المصنع حتى أصلح العطل، ثم عاد إلى سكنه متعبا. وفي تلك الليلة عند 11 مساء فوجئ بصديقه الكوري يحضر له طبقا من السمك، فشكره وأدخل الطبق إلى الثلاجة. لكن الثلاجة كانت ممتلئة، فبدأ يفرغ بعض الأكياس ليفسح مكانا لطبق السمك، وهناك لاحظ كيسا أزرق غريبا مربوطا بشكل غير مألوف وحجمه كبير نسبيا. وبفضول ممزوج بالريبة أخرج الكيس من الثلاجة وفتحه ليكتشف أسوأ ما يمكن أن يراه إنسان: جثتا طفلين رضيعين متجمدين. كان المشهد مرعبا، فصرخ جون واتصل بالشرطة على الفور. وصلت الشرطة بسرعة، أخذت الكيس وما فيه، وأثناء ذلك جمعت شعرة من رأس جون خلصة دون أن ينتبه لإجراء تحليل الحمض النووي. وبعد التحقيق المبدئي سمحوا له بالعودة إلى فرنسا، وأخبروه أنهم سيتواصلون معه لاحقا عند ظهور مستجدات جديدة. عاد جون إلى عائلته وحكى لهم ما جرى، فكانوا في حالة ذهول، خصوصا زوجته. وفي كوريا جاءت نتائج تحليلات الدي ان اي لتحدث صدمة هائلة: الجينوم الخاص بجون متطابق مع الطفلين، أي الحمض النووي لجون والطفلين اللذين وجدهما جنينين داخل الثلاجة متجمدين هما أولاده. والتحريات أثبتت أن الطفلين لم يولدا أمواتا، بل قتلا بعد الولادة. انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وتحولت القضية إلى قضية رأي عام في كوريا. طالبت الشرطة الكورية جون بالعودة لمواجهة التهم، لكنه رفض، مؤكدا أن الأطفال ليسوا أطفاله. عندها أصدروا قرارا بتفتيش شقته في كوريا، وصادروا الثلاجة التي وجد فيها الكيس. وخلال التفتيش عثروا على شعرة لزوجته فيرونيك. يتبين بعد التحليل أن الحمض النووي الخاص بها مطابق للأطفال، أي أن زوجته هي أم الأطفال. يعني جون هو والد الأطفال وزوجته هي أم الأطفال. أصبحت القضية حينها اتهاما مباشرا للزوجين بقتل أولادهما، ووصلت أصداء القضية إلى فرنسا. فبدأت وسائل الإعلام تستضيف جون وزوجته في لقاءات صحفية، حيث نفى التهم وأبدى استغرابه. تطورت الأزمة لتصبح خلافا دبلوماسيا بين فرنسا وكوريا. فرنسا اعتقدت أن كوريا تلفق القضية للإساءة إليها، فطالبت كوريا بإرسال خبراء فرنسيين مستقلين للتحقيق. أرسلت فرنسا أطباء شرعيين ومحققين إلى كوريا بالفعل، والنتائج جاءت مطابقة لما قالته كوريا.
الأطفال أبناء جون وفيرونيك. تم القبض عليهما وبدأ التحقيق. أنكر جون معرفته بالأطفال وأصر على براءته، لكن الصدمة الكبرى كانت في اعترافات زوجته. قالت الزوجة: نعم، هؤلاء أولادي، لقد قتلتهم فور ولادتهم. أحدهم ولد عام 2002 والآخر ولد العام 2003، ولم يكونا الطفلين الوحيدين. ففي العام 1999 أنجبت طفلا ثالثا وأحرقته. اعترفت الزوجة بقتل ثلاثة من أطفالها دون علم زوجها. التحقيقات بدت غريبة، حتى إن البعض ظن أن الزوجة تحاول تبرئة زوجها. أحضرت المحكمة 5 أطباء نفسيين لدراسة حالة الزوجة، وبعد البحث تبين أنها مصابة باضطراب نادر يسمى إنكار الحمل. هذه الحالة تجعل المرأة لا تظهر عليها أي علامات للحمل، بطنها لا تكبر ولا تشعر بأعراض الحمل المعتادة، لأن الجنين يكون في وضع عمودي داخل الرحم، بل إن الأم نفسها قد تتفاجأ بالولادة. هذه الحالة النادرة مسجلة طبيا بالفعل، لكن فيورينيك كانت أول امرأة في التاريخ تصاب بها 3 مرات متتالية. قالت الزوجة إنها نشأت في أسرة فقيرة عانت فيها من الإهمال والمعاناة، وكانت تخشى أن تتكرر المأساة مع أطفالها، لذلك أرادت الاكتفاء بطفليها الشرعيين فقط، ولم تكن ترغب في المزيد. صدر الحكم عليها بالسجن 8 سنوات، قضت منها 4 فقط، بينما برئ زوجها جون، ورغم ذلك بقي إلى جانبها حتى خروجها من السجن. قصة هذه الزوجة وجرائمها صدمت العالم، وأصبحت موضوعا لعدة أفلام وثائقية تسعى لفهم كيف يمكن لأم أن تقتل أبنائها حتى مع وجود دافع نفسي أو مرضي. ومن أجل فهم ما جرى مع هذه الزوجة لا بد من التوقف عند الاضطراب النادر الذي شخصه الأطباء لديها، والمعروف باسم إنكار الحمل. هذا الاضطراب يصيب بعض النساء ويجعل الحمل يمر دون أن تظهر أي علامات جسدية أو نفسية معتادة، فلا يكبر البطن ولا تشعر المرأة بالغثيان أو التغييرات الهرمونية المعتادة، بل قد تأتيها الدورة الشهرية بشكل طبيعي. وفي بعض الحالات لا تكتشف المرأة أنها حامل إلا لحظة الولادة نفسها، وقد سجلت العديد من الحالات حول العالم. بينها امرأة في ألمانيا عام 2005 أنجبت طفلة وهي في المرحاض دون أن تدري طوال 9 أشهر أنها حامل. وفي الولايات المتحدة الأمريكية وثقت حالة مشابهة لامرأة مارست حياتها اليومية بشكل طبيعي، بل كانت تركض وتعمل حتى آخر يوم قبل أن تتفاجأ بألم الولادة. أما في فرنسا فقد صنفت فيورينيك كأول امرأة في التاريخ تصاب بإنكار الحمل 3 مرات متتالية، وهو ما جعل قصتها قصة استثنائية وصادمة في آن واحد. هذا الاضطراب النادر على الرغم من أنه حالة طبية مثبتة يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية يمكن أن تخفي الطبيعة البيولوجية للمرأة حدثا عظيما مثل الحمل، وكيف يمكن أن تتحول الصدمة الناتجة عن الاكتشاف المفاجئ إلى قرارات مأساوية كما حدث مع هذه الزوجة. طبعا بعد اعترافات الزوجة المدوية انتقلت القضية إلى أروقة المحكمة، حيث أثارت جدلا واسعا في فرنسا وكوريا على حد سواء. جلس القضاة ليستمعوا إلى تفاصيل مروعة عن قتلت 3 من أطفالها خفية، فيما ظل زوجها جون يؤكد براءته وعدم علمه بما جرى. المحكمة استعانت ب5 خبراء نفسيين لدراسة الحالة، فجاءت التقارير لتؤكد أن الزوجة لم تكن تدرك حقيقة حملها في كل مرة بسبب إصابتها باضطراب إنكار الحمل، لكنها في المقابل كانت بكامل وعيها حين أقدمت على التخلص من مواليدها. مع أن دفاعها حاول تبرير جرائمها بظروفها النفسية والاجتماعية، فإن هول الأفعال التي ارتكبتها جعلت المحكمة ترى أنها مسؤولة عن ما حدث. وفي النهاية صدر الحكم بسجنها 8 سنوات، لكنها قضت منها 4 سنوات فقط قبل أن تحصل على الإفراج. أما زوجها جون فقد حصل على البراءة لعدم ثبوت تورطه، لكنه رغم ذلك بقي إلى جانبها طوال فترة المحاكمة وحتى خروجها من السجن. القضية لم تنتهي عند هذا الحد، بل ظلت موضوعا للأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية، لأنها طرحت أسئلة عميقة عن العلاقة بين الاضطرابات النفسية والجرائم العائلية، وعن مدى مسؤولية الأم تجاه أطفالها مهما كانت الظروف.
إلى هنا تنتهي قصتنا. حفظنا الله وإياكم من سوء، ودمتم سالمين.